هذا الأمر يحدث ما بين المغرب ومصر في نهائي باريس 2024 لكرة القدم؟ هو انت كرة قدم يعني وصلت لنصف النهائي، كل شيء جايز اكيد، يعني كل الامور مفتوحة، يعني كل الاحتمالات مفتوحة. بس انت لما تقول على مستوى لا، المغرب افضل كثير، افضل كثير من مصر. اوكي. وهم ترى يعني تقريبا نفس الفريقين تواجهوا في نهائي كأس افريقيا الاولمبيه وفازوا، والمغرب بعد وقت اضافي طبعا بدون اللاعبين يعني الدوليين الثلاثه اكبر من 23 سنه. لا زالوا في نفس النظام اللي ثلاث لاعبين ثلاث لاعبين اشرف حكيمي جميل. كان. فانت تتكلم عن المنتخب المغربي قاعد يقدم اداء رائع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اخوتي الاعزاء، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم وقناتنا مغرب فيرست الثانية. في هذا الفيديو اصدقائي غادي نشوفوا اول تعليق من الاعلام الكويتي بعد فوز المنتخب الوطني المغربي على نظيره الامريكي برباعية نظيفة والتأهل الى دور النصف النهائي من اولمبياد باريس 2024. الاعلام الكويتي قال ان المنتخب الوطني المغربي ابهرهم جدا، منتخب ممتع جدا، قنبلة الأولمبياد. لم يكن أحد يرشح المنتخب الوطني المغربي للوصول لتلك المرحلة، لكنه فاجأهم مفاجأة جميلة جدا. المغرب دائما هي في الصدارة. فيديو رائع جدا أصدقائي. لا يعجبكم المحتوى ديالنا أصدقائي ما تنساوش تدعمونا بجيم والاشتراك في القناة باش تكبر العائلة ديالنا أصدقائي، لأنها قناة مغربية بامتياز. كنتمنى منكم الدعم أصدقائي. تحياتي لكم. تاريخي لمنتخب المغرب في نفس القارة الأفريقية، هو بعد ما فاز بنتيجة كبيرة على منتخب الولايات المتحدة الأمريكية. يا زين المغاربة من 2022 وهم بادئين المركز الرابع في كأس العالم، اليوم أكيد هم يوصلون أيضا نصف النهائي في الأولمبياد بعد فوزهم على أمريكا مع إسبانيا. احنا نتمنى أن يكررون فوزهم على إسبانيا. يعني هذا تصير لا إن شاء الله تصير. هذا يدل أن يعني نتائجهم في المونديال ما كانت يعني مثل ضربة حظ، او احيانا يعني انت تكون مثلا فريق يطلع مجموعة لاعبين يعني صدفة يتجمعون مع بعض ويصير فريق يعني يقدم اداء جيد، وصارت مع منتخبات كثر كوريا الجنوبية 2002 نقول مثلا على ارضها وفازت غيرها. صح، تركيا ايضا تركيا كذلك بعد يعني فترة. بس المنتخب المغربي يعني انت تشوف اليوم يعني الاسماء يعني مثلا يعني زلزولي واخماش يعني صحيح انهم مثلا ما استمروا مع برشلونه، لكن لاعب كان يلعب ببرشلونه. نعم. ولعب واساسي، يعني انت تتكلم عن يعني اسماء كبيره يعني ولاعيبه يعني وغير اللاعبين الخبره. غير حتى انت الصغار عندهم خبره هذول. نعم. 23 يعني حتى بقيه اللاعبين يلعبون في الدوري الايطالي والدوريات الاوروبيه. فانت تتكلم عن فريق، لا احنا وين احنا عندنا هني لاعب 22 23 سنه تقول هذا لاعب الصاعد توه صغير، يعني مو ما تقول عنه انه لاعب انه يعني خبره او لعب، لا توه تقول صاعد. ما في. احنا صارت عندنا مشكله بالمنتخب الاولمبي ان منو ليش ما يلعبون مع هني هذول اللاعبين يلعبون على مستوى عالي جدا جدا يعني. ومنتخب المغرب ان شاء الله انه راح يفوز على ان شاء الله. الحين نصف النهائي واضح عندنا، المغرب راح يواجه المنتخب الاسباني وكذلك المنتخب المصري امام المنتخب الفرنسي. قبل شوي انا قلت ان شاء الله في ميداليه على الاقل تكون برونزيه، لان خلاص يعني وهذا الشيء ما نتمناه. اذا في حال خسر المغرب وفي حال خسر مصر سيتواجهون على المركز الثالث والرابع، فهناك في ميداليه برونزيه. احنا نتمنى النهائي. ان شاء الله. هل تتوقع هذا الامر يحدث ما بين المغرب ومصر في نهائي باريس 2024 لكرة القدم؟ هو انت كرة قدم يعني وصلت لنصف النهائي، كل شيء جايز اكيد، يعني كل الامور مفتوحة، يعني كل الاحتمالات مفتوحة. بس انت لما تقول على مستوى لا، المغرب افضل كثير، افضل كثير من مصر. اوكي. وهم ترى يعني تقريبا نفس الفريقين تواجهوا في نهائي كأس افريقيا الاولمبيه وفازوا، والمغرب بعد وقت اضافي طبعا بدون اللاعبين يعني الدوليين الثلاثه اكبر من 23 سنه. لا زالوا في نفس النظام اللي ثلاث لاعبين ثلاث لاعبين اشرف حكيمي كان. فانت تتكلم عن المنتخب المغربي قاعد يقدم اداء رائع، يعني مباراه واحده هي اللي تعثر فيها، لكن منتخب مصر حتى كان في مجموعته ما قدم يعني الاداء القوي جدا يعني. بس مصر وصل المرحله هذه، يمكن يعني مثلا التركيز الروح دائما عند المنتخب المصري في هذا، يعني يكون مركز جدا ويقدر ياخذ المباراه مثل ما اخذها مع باراغواي الى مع انها يعني صعبه جدا امام فرنسا. بس ممكن ليش لا.
يمكن يردونه في كاس العالم 90 اذا تذكر، امام منتخب اتوقع بولندا. هولندا لعبوا مع هولندا خسروا، ولعبوا مع لعبوا 11 لاعب دفاع مع ايرلندا. هذه المباراه الاخيره كانت مع ايرلندا. يردوا لك يردون حق الشوير. يعني يقال انه يعني من ضمن من الاسباب اللي منعوا ان الكره ترجع، كانت من اسوأ مباريات كاس العالم هذه المباراه. يعني معروف طبعا المصري دائما مثلا لما يقول لك احنا نقفل زين ويسكرون وخلاص تعال اقوى تأثير خلاص ولا باص مورينيو. والله نتمنى ان شاء الله الذهب خلينا نقول احد المنتخبين المغربي والمصري في هذه الاولمبياد لكرة القدم. المستوى مميز ورائع مستوى المغرب، لكن تحدث لي بالجوانب الفنيه للمباراه. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، مبارك للشعب المغربي والمنتخب المغربي، ومبارك للشعب المصري والمنتخب المصري على هذا الانجاز. حقيقه اليوم من تضع اساس قوي ورصين ومتين وتمشي بالطريق الصحيح في الخطه التي انت وضعتها، ستشاهد منتخب المغرب. في عليك. علينا احنا ان نتعلم من هذا الدرس، لان الاهتمام بالمواهب والاهتمام بالفئات العمريه وخاصه المواهب، انت راح بالاخير بالمحصله الاخيره راح تحصل على منتخب قوي ومليء بالثقه ومليء بالابداع. اليوم منتخب الولايات المتحدة مو سيء، لكن من تقارن اكو فروقات. كمجموعة هم جيدين، لكن كأفراد يمتلكون بس واحد اللي هو برايدز، يمكن برايدز اللي هو الجناح اليسار. بالمقابل من تروح على منتخب المغرب كمجموعة جيدين وكأفراد مبدعين، يعني عندهم افراد يصنع لك فارق. عندهم اخو ماش، عندهم زلزولي، عندهم رحيمي، عندهم الخنوس كذلك، يعني حتى من الخلف يعني رقم 14 ورقم 18 اسامه وريشاردسون، ويجي الابداع، كل الابداع حكيمي. يعني اليوم احنا شاهدنا منتخب المغرب عمل كل شيء بكرة القدم من ناحية الاستحواذ، حتى الهجمات أكثر، عملية الهجمات أكثر. يمكن هجماتهم بالشوط الأول 85 هجمة، بنهاية المباراة كل المباراة 116 هجمة. يعني هذا يعطيك انطباع هم منتخب كلهم مواهب، كلهم مهاريين. اليوم اكو مسألة مهمة، القراءة المسبقة دائما احنا ما نتكلم عليها كابتن علي، نقول قراءة مسبقة للمنتخب الخصم واكو قراءة داخل المباراة. اثناء المباراة قصدك؟ داخل المباراة، اثناء المباراة. يعني اليوم المدافع يسار شو اسمه الوحدي رائع، مباراة تاريخية. اليوم قام بواجب وانضباط تكتيكي عالي. في مباراتنا شفنا يمكن عمل اكثر من صعود، اكثر من هجمه، وكان مستمر بالصعود. اليوم المدرب محجم الوحدي بالانضباط العالي التكتيكي من الناحيه الدفاعيه، لان خطوره المنتخب الامريكي على جهه اليمين. شوف هسه لو ترجع شريط المباراه من يعملون استحواذ منتخب الامريكي، كل نقل الكره كل نهايه هجمه تروح على جهه اليمين اللي هو الاخطر لاعب عندهم. بس اليوم احنا شفنا يعني حتى اذا تريد تحلل كل الكلام وكل التقييم وكل ايش تحكي على المنتخب المغربي، اليوم عمل كل شيء في كرة القدم. متعة يعني اليوم امتعنا، ما حسينا كانما اليوم انت تباوع منتخب عالمي. صحيح، وهو عالمي مليء بالمواهب. يعني انا حتى هذا المدرب الوطني محظوظ جدا باستقطابه هؤلاء اللاعبين، حتى البدلاء ما عنده مشكله. اي والله،
ما عنده مشكله يعني من يطلع الزلزولي ينزل بن صغير، من يطلع رحيمي ينزل مهدي اللي تكلمت عليه، مهدي يعني مبين مهاجم على مستوى عالي، لكن اكو في بعض الاحيان تفكير مدرب. الف مبروك لمنتخب المغرب، يستاهلون، اتمنى لهم يوصلون للنهايه، انا متوقع يوصلون للنهايه. المستوى الفني ماجد شلون شفته؟ طبعا تعقيب للكلام ابو حيدر اشار لنقطه مهمه، توظيف اللاعب الوحدي اليوم بهذه الطريقه والانضباط التكتيكي وقراءه طارق سكيتيو لامور كثيره. حتى امين ما شاء الله قبل بدايه البطوله يتحدث عن اخوماش، قال بانه سترى مفاجاه في هذه الدوره، وتحدث عن ارقامه من خلال اداء اخوماش، لاعب يحبس الانفاس في الاسلوب والطريقه. حتى نموذج الهدف الثاني للمغرب كان ربما نموذج يدرس من خلال اللعب على الاطراف، السرعه تبع عبد الصمد الزلزولي وذكاء اخوماش من خلال تمريره بينيه. اثبت المنتخب المغربي بانه كبير في عطاء. رحيمي لا يرحم، رحيمي لا يرحم، رحيمي اليوم كما اشرت من خلال المقدمه بانه يكتب التاريخ، لانه تجاوز رقم فراس في بداية البطولة ثم سجل هدف رابع، اليوم خامس، يثبت بأنه هو الهداف التاريخي، مع تأكيد آخر بأنه هو هداف البطولة حتى اللحظة. لن ننسى بأن المغرب اليوم أضحى المنتخب الثالث عربيا يبلغ المربع الذهبي، أضحى المنتخب الرابع قاريا يبلغ هذه المحطة بعد منتخبات نيجيريا، الكاميرون وغانا. إذن هي محطات توهج على مستوى الأداء. دعنا نتحدث عن جزئيات بسيطة. عندما أشار كابتن أبو حيدر لنقطة مهمة جوهرية تتمثل في إقحام اللاعب الذي ربما لم يحظى بتجارب سابقة. اليوم أشرنا بأنه المهدي موهوب، وهو في معسكر الأولمبياد وقع عقد صفقة انتقال للدينامو موسكو، أتيحت له الفرصة وكانوا يبعث بهدية للجماهير الروسية من خلال إتاحته فرصة تسجيل ركلة الجزاء الرابعة. وهنا احترافية في التعامل مع اللاعبين، الجانب المعنوي يبقى إضافة نوعية لكل لاعب. أعتقد بأنها منظومة والكباتن لديهم من التحليل ما يضيف لعطاء المنتخب في هذه المباراة. ريتشاردسون هذا لاعب بريمتس، مزايا هذا اللاعب بهذا الطول، البرود هذا اللي عنده، الهدوء والبرود والإضافة. متر 95، متر 95، بس اللاعب مهاري، لاعب يمتلك من الإمكانية والهدوء، التصرف الصحيح. هو وحتى رقم 14 تاجريت، ما هو صح؟ شو اسمه؟ اي اسامه تيغاني، أسامة لاعبين على مستوى عالي، يعني ما شاء الله، يعني يعجز شكرا لكم اصدقائي على مشاهده الفيديو، كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش اصدقائي ديروا جيم والاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد ديال هذه القناه. تحياتي لكم وديما المغرب. كما شفتوا في الفيديو ان زيتوت اعترف بكلشي، ان المغرب ولا هارب بزاف على الجزائر، لا اقتصاديا لا سياسيا لا دبلوماسيا، اللي بغاوها ديما المغرب الفوق. داكشي علاش نقول لكم المغرب اصبح شوكه في حلق الكراغنه، ما تنتصرتوش ليهم وديما ما نتصرتوش ليهم. نخليكم، تحياتي لكم وديما المغرب.